بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة والسيدات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأنار دروبكم بالمسرات. مرحبا بكم معنا عبر SSC أينما كنتم في الوطن العربي الكبير في كل مكان. مرحبا بكم في اليوم الافتتاحي لكأس الملك سلمان. حكم رابع ومحمود عاشور. هنا كرة للوداد وعرضية خطيرة ومحاولة للوصول مبكرا لمرمى السد. الوداد يضغط ويحاول، ولكن ايضا الكرة تبعد الى خارج الملعب. مرور ناجح وعرضية حاضرة وخطيرة ورأسية أكرم عفيف الى خارج ارضية الملعب. فرصة ذهبية، فرصة كبيرة جدا، فرصة كبيرة للسد. ومباراة مهمة لأن التنافس سيكون عند الخبير الهيدوس. الهيدوس يصوب وكرة خطيرة جدا، خطيرة جميلة وخطيرة للوداد، وعرضية وفرصة وكرة إلى يد سعد الشيب، إلى يد سعد الشيب. خطير الوداد في انطلاقاتها في محاولاتها، وكرة راحت بدون شك في المباراة الأولى. مهم تسجيل انتصار في نهائي كأس العرش المغربي، وخطيرة للوداد وعرضية خطيرة وكرة تضيع، كرة تضيع على الوداد. فرصة ثمينة جدا، فرصة ثمينة جدا للمنتصر الهتيمي. عندنا كرة تلعب وتصل عرض، لم تصل إلا كرة أكرم عفيف الرأسي. الوداد بدأ العمل الآن، وخطيرة خطيرة 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 جدا. اصطدمت الآخر السد أيضا عنده انتدابات، هنا يقترب شيئا فشيئا. هنا كرة عرضية لكن الوداد طولها وعرضية وخطيرة، وكرة من جانب بو علام يفتك الكرة قبل لاعب الوداد، وتعود الكرة من جديد لمصلحة السد عند تلك الميزانية التاريخية. وعندنا كرة أمامية وأقرب إلى يد حارس المرمى الآن، وعرضية وأكرم عفيف خطيرة، ولكن أيضا التغطية حاضرة تبعد وتعود. فرصة يوم الجمعة الماضي عندنا كرة خطيرة لأوناجم، ولكن أيضا الكرة اصطدمت وكانت ثمينة للسد، لكن خاطئة في عادة الكرة من طارق سلمان، وخطيرة للوداد وفرصة للهدف الأول. محاولة كيف هدف 203 بونجاح، قوية بالقدم اليسرى في هذه اللقطة ومن أمام صعبة، وعادت من جديد خطيرة ومحاولة وفرصة للوداد الآن. الخليجية ولا العربية بالتحديد من دون شك السد، من يعرف السد عن قريب يعرف أن نادي نموذجي على مستوى العمل. وعندنا دخول في هذه اللقطة. بطاقة حمراء على جبران. علي أسد يحاول يلعب عرضية لأكرم عفيف، أقرب عند حارس المرمى. محاولة الشيب حتى من جديد عند منتصر الهتيمي. خطأ لمصلحة منتصر الهتيمي، خطأ لمنتصر الهتيمي. عفيف في مؤثرا في مباراة اليوم. عندنا كرة فيها محاولة وحكم المباراة يعطي خطأ لأرسنال. بونجاح يحاول، خرج بونجاح من المنطقة. شكرا. اليوم المباراة الافتتاحية، وعندنا كرة خطيرة من بو علام، خطيرة من بو علام، لكن إلى يد حارس المرمى يوسف مطيع. قدم قوية لخوخي بو علام شيب، لكن لم يسجل. عندنا كرة سداوية وخطيرة، يلعب ب10 لاعبين منذ طرد يحيى بطولة الصداقة أمام الريان، أمام وداد الأمة. يحب الوداد
يحضر في مباراة اليوم ويتابع فريقه ودما سيقاتل ويصارع. هداف السد الأول، لقطة جميلة مفضل. وعندنا طبعا الكرة فيها محاولة وخطيرة، وحكم المباراة يشير إلى مخالفة موجودة. في شوط المباراة الثاني عرضية خطيرة ومحاولة للوداد. بيدرو، عرضية بيدرو الأريبي يمرر، ثم لأبو علام. أكرم عفيف حاول أن بدأ يتقدم إلى الأمام، وخطيرة السداوية، وكرة خطيرة جدا، خطيرة جدا من جانب أوريبي. فرصة للسد هي الأولى في شوط المباراة الثاني. يعني هنا كرة فيها محاولة من يتحرك أكرم الآن، بدأ يتحرك أكرم وتمريرة، يطلب كرة الآن سامبو في محاولة، وسعد الشيب الثانية. وهنا كرة سداوية وخطيرة لمصعب، طول اللاعبين لكن غير موجود في مباراة اليوم. يحاول يمرر وعرضية خطيرة، يلعب بنقص كبير أكيد. بات عندنا كرة خطيرة ومحاولة للهيدوس، وكرة ثم هيكل أقمامدية التونسي عنده 16 هدف، لكن علي أسد يحاول فرصة سداوية الآن خطيرة، وكرة مصوبة من جانب علي أسد، لكن إلى سداوية فيها محاولة ما زالت. بونجاح يصوب، بونجاح بعيد. علي أسد خطيرة جدا ومحاولة وتمريرة وفرصة خطيرة 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 من جانب ماتيوس أوريبي، لكن كرة راحت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية نهائي 2008. من المصدر، وحكم المباراة الآن يريد أن يذهب أن يتابع اللقطة فيها أوريبي ودخول محمود، وشاهد الوداد يتقدم إلى الأمام ويخلق فرص. فقد الكرة، عادت من جديد، خطأ لمصلحة السد الآن في هذا المكان، تصويبة، لكنها بيدرو ينقل كرة أمامية إلى يد حارس المرمى. بعد ذلك يبيع عقده بثمن عالي. حكم المباراة يشير إلى راية كانوا زعلانين، كانوا يريدون لعب كرة أمامية، وهنا كرة خطيرة ومحاولة